المصريين ما يعرفون يتكلمون لغة عربية فصحى. اوكي نتكلم في الموضوع. سنة 35 اول فيلم تاريخي بالعالم العربي كله، شجرة الدر. وين كنت انت موجود يعني سنة 35؟ سنة 51 ظهور الاسلام، انت كنت وين؟ سنة 53 فيلم بلال. سنة 58 سووا فيلم خالد بن الوليد. كل هالافلام وبعد ما دشينا بالستينات، انت اساسا كنت مو موجود. سنة 61 واسلامه. سنة 64 هجرة الرسول. كل هذه افلام هم سووها المصريين قبل اساسا ما اي احد يبدا سينما او يتكلم عن دراما. هالناس كان عندهم كومبارس بالخمسينات وبالثلاثينات وبالاربعينات وبالستينات يمثلون هذا التمثيل اللي هو يتكلم عن التاريخ الاسلامي. انت دشيت فعلا بعمل سينمائي واحد فقط بس تاريخي سنة 77 الخنساء. وعن شنو يتكلم الخنساء؟ عن وحدة دشت إلى الإسلام. هم عندهم تاريخ من 35 إلى 77 لما أنت دشيت. طبعا خلال الفترة هذه كلها اللي هي من الثلاثينات ما كان عندهم الأشياء اللي موجودة حاليا. حاليا أنت موجود عندك أساسا ما يسمى بمدقق لغوي، يعلمك شلون تتكلم وشلون تطلع مخارج الألفاظ وش تسوي بالضبط عشان تطلع انت حضرتك في مشهد يليق بالكاركتر اللي انت قاعد تسويه. هالناس قاعد يسوون الاشياء هذه من سنة 35. يعني الكومبارس اللي كان موجود اللي يطلع ماسك سيف ويتكلم وهذا، تخيل هذا كان سنة 35. هل كان عندك وقتها انت اساسا ممثل اصلا يمثل هذه النوعية من الافلام؟ هم كان عندهم كومبارس. ودي اقول بس حق الفنانين المصريين فقط اذكر تاريخك وبس، انتهى الموضوع.